سان سكرين اوركيدا بايو سولاري. راجعه لكم النهارده بسان سكرين طلبتوه مني كتير. هو مصري، قوامه خفيف خالص لانه ده مخصص للبشره الدهنيه. هو بيمتص بسرعه جدا جدا، هو عامل زي الفلويد بس اتقل شويه، وانا بالنسبه لي النوعيه دي بتكون افضل على البشره، تكون مستقره اكتر. الفلويد الى حد ما بيجير على بشرتي، لاني انا في الحر شديد جدا ومع الشمس والرطوبه وكده بشرتي بتعرق. يعني حتى لو السان سكرين نفسه مش بيعرقني، انا بشرتي بتعرق، وبيبتدي الفلويد ده يروح عامل لي ايه علامات بيضه كده وهنا وهنا. بس بصراحه مع السان سكرين اوركيدا ما لاحظتش النقطه دي خالص. هو مش بيجير خالص على البشره ولا بيعرق ولا اي حاجه خالص، ولا بتحسي مثلا ان هو بيعمل لك لزعه او حرقان. هو فيه نسبه عطر، ونسبه عطر برده انا بالنسبه لي انا حاسه ان هي تقيله، بس مع ذلك الحمد لله بشرتي برده اتقبلته. هو بس بيسيب اللمعه اللي انتوا شايفينها دي في ايدي وعلى بشرتي، نفس اللمعه دي بالظبط. بتكون موجوده وقت ما بتطبقيه، بتكون تقيله شويه. لما يفوت كده 20 دقيقه تقريبا بتبتدي البشره تمتصه اكتر، بس برده بيفضل سايب اللمعه دي. وبرده هتشوفوا شكل كده وانا بره في الشارع هيكون عامل ازاي. سان سكرين اوركيدا جل تقريبا سعره 250 جنيه. هجيب سان سكرين طبي بقى يكون هادي على البشره، وفعلا هو تركيبته بصراحه بسيطه جدا جدا، ما فيهوش تعقيدات كتير، ما فيهوش احماض حاجات تساعد على تهيج البشره. المكون الاساسي الناشط فيه هو ثاني اكسيد التيتانيوم كواقي شمس، ما فيهوش كيماويات كتير، خفيف على البشره، مش بيعمل لك اي اكسده خالص على البشره. كمان في فيتامين اي، في كمان حاطين لك ماده اسمها اكاسيد الحديد، دي برضو بتساعد على توحيد لون البشره. وهم ضايفين برضو شويه مكونات بتساعدك على ثبات التركيبه على الوجه، وفعلا ده اللي انا لاحظته، ان انت مهما بتعرقي وانت بره مش بيفصل. ده طبعا بيخليني ان انا اعتبره ان هو ضد الميه جدا، وهيكون مناسب جدا طبعا لحمام السباحه او للمصيف. بالنسبه بقى لدرجه حمايته، هل هو بيحمينا كويس قوي من الشمس وكده؟ انا شايفه بصراحه ان هو درجه حمايته ممتازه جدا. بس زي ما انتم شايفين انا دايما ببقى حاطه الكاب، حتى انا كنت لسه مطبقاه وراجعه صورت الفيديو على طول علشان اكون فاكره كل التفاصيل عنه. انا دلوقتي هجدده تاني عشان انا هخرج تاني، والعيب هيكون دلوقتي في التجديد. تعالوا نشوف مع بعض. هو تجديده سهل مش صعب، انا ما قلتش حاجه، انا بس فكرتي ان انا بقول ان هو بيفرول على البشره لما تجددي كذا طبقه على بعض. يعني انا اول طبقه ما فرولش معايا. لو انت حاطه كريم مرطب من قبليه هيفرول معاكي، لو انت حاطه سيرم قوامه تقيل هيفرول معاكي. انت غاسله بشرتك وطبقتيه مش هيفرول، غاسله بشرتك وحطيتي سيرم فيتامين سي يكون مائي مش هيفرول. بس فكره ان انت طبقات كتير على بعض دي هي اللي بتخليه يفرول. انا مش بحطه بصراحه تحت عيني علشان هو فيه عطر. مش عارفه بقى هي الفروله باينه ولا لا، بس هو في قطع اهي ابتدى ان هو يفرول. فيعني نصيحه ما تقعديش تفركي فيه كتير، خصوصا في التجديد عشان ما يفرولش معاكي، خصوصا ان انت التجديد بتكوني بره في الشارع. وطبعا اصلا كل اللي احنا بنعمله ده عايزين نعمله بسرعه عشان احنا طبعا بنجدد واحنا بره، واصلا فكره التجديد صعبه. يعني لو انت جربتيه برده اكتبي لنا تجربتك في الكومنتات، ولو جربتي اي نوع سان سكرين انا ما جربتوش على قناتي يا ريت برده تكتبي لنا التجربه، ولو حابين ان اجرب نوع تاني جديد اكتبي لي برده في الكومنتات.